السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد من قناة بون ابيتيتو، هنقدم فيه طريقة عمل البطاية باللون الجميل ده، وهنقدم معاها قلقاس ورز بالشعرية بجوز الطيب والليمون المخلل اللي عملناه مع بعض. طبعا انت ممكن تقدمي اي اكلة تعجبك معاها، مش شرط قلقاس يعني. آه، هنشوف مع بعض ازاي عملنا البطاية الحلوة دي بلونها الحلو ده بدون اي زفارة. انا اشتريت البطاية جاهزة من السوبر ماركت، تمام. زي ما احنا شايفين كده هي جاية كده اهو. احنا بقى بننضفها، دي الرقبة بتاعتها ودي القناصة ومعاها قلب وكبدة. ومعانا بقى بقية المقادير: كوباية عصير طماطم، حبتين طماطم وبصلتين، وهنستخدم التوابل بتاعتنا: ورق لورا وفلفل اسود وملح وحبهان. بس كده، مش هنضيف بقى برتقان ولا حاجة، احنا نعملها بطريقة والدتي الله يرحمها. كانت بقى ما طلعش بقى البرتقان والليمون والكلام ده. احنا كنا بنستفاد بقى بالشوربة بتاعتها، نعمل عليها محشي، سبانخ، قلقاس، اي اكل بنعمله على شوربة البطاية ونستفاد بالشوربة. انا بقى نضفتها، شايفين القرناسة كان فيها جلدة خضرة كده، شلتها ونضفتها كويس، شلت الدهون منها. وكمان القلب بيبقى فيه شعيرات دموية كده، شلتها. وبالنسبة للدراع ده بقى لازم ان احنا نفصل الجزء ده الطويل ده، نقصه. وبالنسبة للرقبة ممكن انتي تسلخيها من الجلد ده، وممكن تخليه جلد تستفادي بيه في الشوربة انتي ورغبتك. المهم احنا هننضفها ونغسلها تاني، مش هنستكفي بالتنظيف ده. ومعانا بقى الجزء ده لازم ان احنا نتخلص منه. بنشيل الجزء ده عشان بيبقى تحتيه حاجات مش مستحبة مع البوزة، ونقصها ونحتفظ بالجزء اللي فيه اللحم البط فقط. هوريكم دلوقتي ازاي هنقصها. كمان فيها بعض الريش الصغير بيبقى صعب ان انتي تشيليه. هنا انا بقطعها بالسكينة كده واتخلص من الجزء ده، بس عشان انا بصور لنفسي فبشرح لكم بالطريقة دي. هنقطع الجزء ده بالسكينة كده لاخره زي ما انتوا شايفين كده، مع البوزة اللي تحت، وهي دي اللي بتترمي. ولازم نغسلها كويس. الجزء ده بيبقى مش نضيف فلازم نغسله كويس. كده خلاص غسلناها وفصلنا الجزء زي ما قلتلكوا. هنبدأ بقى ان احنا نعمل الطريقة. ادي الدراع اهو قصيناه برضو. هنقطع بقى البصل والطماطم دول قطع صغيرة، ونضيف عليهم ملح وفلفل اسود. وهنجهز شوربة نغليها، طبعا بنجيب حلة كبيرة تكفي البطاية عشان لما تغلي الشوربة ما تدلدقش على البوتاجاز منك. ولما تغلي بقى المية هنضيف لها التوابل دي، او ممكن تضيفيها قبل ما تغلي معاها انتي وراحتك زي ما تحبي. هنسيبها بقى تغلي مع بعضها، نكون احنا قطعنا البصل والطماطم وضفنا عليهم ملح وفلفل اسود، ونضغط عليهم جامد كده ونعصرهم مع بعض. ونبدأ بقى ناخد جزء منهم كده ونحشي بيه البطاية من جوه، وبقية الطماطم والبصل نضيفهم على الشوربة.
طبعا بيطلعوا ريحة حلوة جدا. عايزة تضيفي اي توابل تانية ضيفي، بس هو يعني يستحسن انكم ما تستخدموش اي توابل غير اللي انا قلت عليها دي. هنبدأ بقى نحشيها كده، ولازم بقى ان احنا نكتف البطاية، ما نسيبهاش مفتوحة كده وبعد ما تستوي تبقى الرجلين بعيد عن بعض وبيبقى شكلها مش حلو. بنكتفها بالطريقة دي. انا ربطت الرجلين مع بعض بالخيط، وهبدأ اربط الجزء اللي تحت ده معاهم عشان تدينا شكل حلو وهي محطوطة على السفرة. خلاص كده شفتوا مربوطة مع بعضها، سهلة جدا وبيبقى شكلها حلو وهي محطوطة في السرفيس. وما يعني لما بتسيبوا البطاية رجلها مش مربوطة كده بيبقى شكلها بصراحة مش حلو. هنبدأ بقى ان احنا ندهنها بشوية بصل من ده، ممكن تدهنيها وممكن تدهنيها ببصل بملح وفلفل اسود فقط. فانا بصراحة هحط البصل كله على الشوربة. انتوا شايفين طبعا الشوربة لونها متغير شوية عشان احنا ضفنا الحبهان وورق اللورة، فمش مشكلة خالص. وهنبدأ بقى نجيب البطاية بعد ما تبلناها بالملح والفلفل من بره كده، والمية غليت معانا هنسقط البطة من غير بقى برتقان ولا ليمون ولا الكلام ده كله. طبعا بيخليكي ما تستفيديش بالشوربة خالص. مش معقولة شوربة عليها برتقان وهتستخدميها في الأكل، بيرموها طبعا. لكن هنا هنستفاد بالشوربة بتاعتنا. ممكن تسقي بيها محشي، ممكن تعملي عليها أي طبخة مفيدة. هنسيبها بقى ايه، طبعا نتأكد ان المية هتغطيها. هنبدأ بقى على العين التانية هنجيب عصير الطماطم والملح والفلفل وقطعة كده من الزبدة حلوة، وأول ما تسيح الزبدة نضيف الطماطم والملح والفلفل ونسيبها تتسبك. طبعا العين التانية هي واضح ان عليها البطاية، احنا غطيناها وسيبناها بقى تستوي، مش هتاخد وقت معاكي خالص. هنا بقى في التسبيكة دي ممكن تضيفي توابل لو انت عاوزة، 7 بهارات، كاري، اي حاجات من دي، وتدهني البطاية. لكن انا عاملاها بطريقة ماما، ما كانتش بتستخدم التوابل دي، وتقولي بيغمق الصلصة بتاعتها. بصيت على البطاية عايزة اقلبها الناحية التانية، وادي الصلصة غليت معانا، بدأت تدخل في التسبيكة، والبطاية برضو بدأت ان هي تستوي. طبعا بنقلبها مرة على الظهر مرة على الوش عشان خاطر ايه نتأكد ان هي تستوي من جميع الاتجاهات. احنا شايفين الشوربة هي بقت فاتحة، بتغلي اهي معانا. هي كده بدأت دخلت في التسوية خلاص، بنجيب سكينة كده نلاقيها خلاص استوت، يعني مستوية خالص. زبدة ما خدتش اي وقت. والتسبيكة كمان خلصت معانا. احنا بقى هنطفي على التسبيكة دي ونسيبها لما تبرد خالص، والبطاية برضو هنطلعها من الشوربة ونسيبها لما تبرد. اهي البطاية شوف شكلها حلو وملمومة وحلوة. هنسيبها لما تبرد. بعد كده بقى هنبدأ البطاية دي ندهنها
بالطماطم اللي احنا جهزناها بالفرشة كده، وندهن او بايدينا زي ما تحبي. المهم انك تدهنيها كلها وتغلفيها كلها بالصلصة. هي طريقة سهلة وبسيطة وبتبقى طعمها حلوة جدا. ماما بقى كانت بتعملها بايديها كده على طول بالصلصة بايديها، وتدهنها كلها بسرعة، مكانش بتستخدم الفرش دي. خلاص كده دهناها من جميع الاتجاهات. بنكون بقى حاطينها تحت الشواية لغاية ما لونها يبقى ذهبي كده، وبعدين نقلبها على الناحية التانية وندهنها برضو من الناحية التانية. البط ده بقى بيبقى حلو طبعا في العزومات وفي رمضان، وما بنستغناش عنه. ادي اللون التاني، الناحية التانية انا طلعتها فاتحة شوية عشان لقيت دي غمقت مني، فقلت اطلعها فاتحة شوية. المهم شايفين لونها جميل قوي، ده الشكل النهائي بتاعها. حطيناها في طبق التقديم. انا بقى عملت معاها بالشوربة بتاعتها، استفدت بيها، عملت قلقاس وعملت رز بالشعرية وجوز الطيب، بيبقى طعمه جميل جدا. والمرقة ممكن تستخدمي مرقة ماجي برضو، ومعانا الليمون المخلل اللي احنا خللناه مع بعض. اصبحت وجبة جميلة ممكن تستخدميها في غدا النهاردة. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك والكلمة الحلوة اللي بتفرق معايا. واي حاجة اكتبوها لي في الكومنتات ان شاء الله هرد عليكم. وبون ابيتيتو.